يا صباح الخير يا اللي معانا، السلام عليكم. ايه الاخبار؟ الواحد بقاله كتير يا اخي ما طلعش كده اتمشى ساعة الصبحية. يا بقالي كتير قوي يا الله. فالحمد لله الواحد اهوت في طريق ان هو يظبط نومه، ودي احد اهم المؤشرات ان الواحد يصحى بدري ويقوم كده يتمشى له شوية حلوين. آه كنت بصراحة عايز اجيب السماعات الهيدفونز والتليفون بقى، واشغل مثلا بودكاست او حلقة آه، تسليني يعني طول ما انا ماشي. بس افتكرت ان انا كنت قرأت في كذا مكان ان الواحد وهو بيتمشى كده او بيعمل اي موتور سكيل لا اراديه، او اللي هو مش محتاج ان هو يفكر، هو بيمشي زي هو بيمشي وخلاص. فده بيفعل مود كده في الدماغ. بيدي مساحه للافكار ان هي ايه تقعد تتنقل بقى، تتنقل في مسافات اكبر، وتلنك او تعمل صلات كده مع الافكار وتطلع افكار جديده يعني بمعنى اصح. فقلت خلاص مش هجيب الايرفونز او الايربودز ولا اسمها ايه. وبعدين كمان قلت طيب انا هسيب التليفون كمان واطلع اتمشى كده ايه خفيف خفيف. والحقيقه يعني ده يبدو حاجه صعبه اليومين دول، ان الواحد لما بيبعد عن التليفون ولو حتى مده بسيطه قوي بيحس ان هو ايه في حاجه ناقصه والفير اوف ميسن اوت بقى، حد يتصل بيه او يبعت له رساله. عشان انا الساعه قريب يعني الساعه 6 الصبح، مين هيكلمني الساعه 6 الصبح؟ مفيش حد هيكلمني. ايه الواحد محتاج تليفونه في ايه عشان يعمله الساعه 6 الصبح؟ ولو في فكره بقى برضه جه في دماغي، طب لو جه فكره حلوه في ادويه ما انا هنساها لو ما دونتهاش. ومن هنا يجي دور الايه، النوت بوك الجميل بتاعنا اللي هو بالمناسبه رجع تاني على الويب سايت. اول باتش خلصت بسرعه جدا قبل حتى ما نعمل فيديو الحمد لله. فالموضوع رجع تاني لو انت حابب يعني النوت بوك. واو، بنتمشى يا سيدي وبعود الايام. الواحد من رمضان بصراحه كان حاجات كتيره اون هولد او متوقفه، نظرا بقى احنا في رمضان بقى وشهر يجيش الا مره واحده في السنه هاشتاج بديهيات. فالواحد يعني بصراحه كان بيحاول يستغله على قد ما يقدر يعني. فدلوقتي في الايه السيكونس اوف ري انيشيشن، اللي هو ايه عمال يعيد تفعيل بقى الحاجات اللي كانت متوقفه دي. ويمكن اهمها الحركه والتمشيه، لان الواحد يعني جس وات زي كل الناس زدت لي 5 كيلو في رمضان بقى، معظمهم من الكحك والحلويات والبسكوت والحاجات التي لا تقاوم. ولكن يعني ايه بصراحه يعني وقتها قلت ايه ليتس انجوي خلينا نستمتع. وبعدين نبقى بعد رمضان الواحد عرف السكه وعرف ازاي موضوع الوزن ده بيشتغل. واو ان شاء الله نرجع تاني لوزن افضل والطاقه اكتر والدنيا هتبقى احلى وحاجات حلوه. اوكي انا عندي سؤال ليك، امتى اخر مره طلعت كده اتمشيت مش لاجل اي شيء غير انك تتمشى؟ اظن من فتره طويله، ويمكن ما جاش على بالك اصلا الموضوع ده خالص. الله شكلها حلو قوي الحاجات. استنى اوريها لك الحاجات الجميله دي. مش عارف ده ايه بصراحه، بس شكلها جميل. يا رجوعا للسؤال الجميل بتاعنا، امتى اخر مره طلعت اتمشيت؟ يعني لو انت في مدينه فما اظنش ان ممكن يكون عندك ايه فكره انك تطلع تمشي وسط حاجه خضراء وبتاع. بصراحه لما بتشوف مثلا القاهره من الطياره من فوق، يا صفرة ومكعبات كده لازقه في بعضها، حاجه صعبه قوي بصراحه. ولكن يعني اظن المعقل الاخير الاخضر في القاهره هو حديقه الازهر على ما اظن، مساحه خضراء كبيره. اي نعم مش عارف غلوا التذكره بتاعتها يعني، بس اظن الموضوع يستحق. وكنت قرأت ان احيانا الناس بيجيلهم اكتئاب بسبب عدم تعرضهم للون الاخضر بشكل كافي. يعني اللون الاخضر بشكل ما بيأثر على النفسيه. ساعه ما تحط نفسك كده في حته خضراء او تقعد وسط خضار تحس بهدوء كده وراحه وسكينه. فبشكل ما التعرض للون الاصفر بشكل يعني دايم، او بمعنى اصح يعني عدم تعرضك لاي حاجه خضراء، يعني حتى لو زرع بلاستيك والله بتاثر على النفسيه يا جدع يعني فكره اللون الاخضر في حد ذاته يعني. ف يا كتير ما مهمل جدا فكره ان هو يطلع يتمشى
يستمتع بالحاجات البسيطه اللي هي زي ان انت تتمشى وسط الخضره كده وتسمع صوت الحاجات اللي بتصوصو دي. حاجه اندر ريتد قوي، اندر ريتد بشكل بشع. يعني احنا اصبحنا نعيش في وقت لازم الحاجات تبقى مبهره، لازم اروح المالديفز، لازم اسافر مش عارف فين، في حين في حاجات بسيطه زي دي. بس انت ادي لنفسك الفرصه انك تستمتع، انك تهدى، انك تقلل الفولتج شويه، انك تديسكونكت، انك تنفصل عن الحاجات اللي دايما محسسك بضغط وبتوتر، واي صوت للنوتيفيكيشن بيحسسك في حاجه فايتاك وان انت ضروري لازم. يعني لا 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 يا راجل، يعني محتاج ايه؟ محتاج تيجي. شاهين بصراحه كان قال لي على فكره منتجع ان احنا نعمل هنا بورصه ابو زيد. احنا نستضيف يا عيني الناس الناس التعبانين بتوع القاهره اللي المدنيه والرأسماليه دايسه على دماغهم خالص، دايسه على حياتهم عامه، ويجي كده يعيش له 3 4 ايام اسبوع هنا، نعالجه بقى بالفطير المشلتت والجبنه القريش والمش والحاجات الحلوه اللي هنا دي، واخد بالك؟ ويطلع كده يعني هيجوا يسلموا تليفوناتهم، تمام؟ اديله تليفون بزراير بس كده عشان لو عايز يتصل باهله ولا بتاع، خليه انريتشابل بقى، اللي هو يعيش له كام يوم كده، يعمل ريست، اعاده ضبط المصنع. عارف انت لما جهاز عندك راوتر بقى ولا اي حاجه بتلاقيه اتجنن مره واحده كده، فاول حاجه يقول لك شيل فيشه، ما ظبطش، اعمل له ريست خالص بقى، اللي هو اعاده ضبط، اعاده التهيئه او اعاده ضبط المصنع، رجعه تاني للحاله اللي يقدر من خلالها يتعامل مع هذا العالم الصعب. شويه قلل بقى تخيل بس قاعده هنا ساعه العصاري، شويه ميه من القلل الجميله دي، حاجات يعني هي اشياء لا تشترى. بس يعني لو عملنا الفكره دي طبعا يعني هنشرج الناس، لا هي هتشترى، انت هتدفع. بس بالنسبه لي لا تشترى يعني. وانا ادفانتج يعني ان ميزه، فلاح بقى يقول لك وانا ادفانتج، ميزه ان الواحد عايش هنا في الريف، ان الحاجات دي فور فري، الحاجات دي مجانا، بس انك يعني يكون عندك الشجاعه انك تترك الديجيتال لايف وراك وتستمتع بهذه الحاجات البسيطه. خد بالك انا بحاول قدر الامكان اعيشك معايا المود، الخضره والسباخ والحاجات الحلوه الجميله دي. بس فعلا، ورغم كده في كتير جدا من الشباب الجيل الجديد اللي مهتم بالديجيتال لايف والحاجات ديت، اللي بعد عن الارض يعني والفلاحه وكده، ما بيعملش الكلام ده. يعني انا بالنسبه لي التمشيه ديت بالنسبه لناس كتيره جدا، طب هتعمل ايه؟ بتمشي. مفهوم التمشيه ما عادش مفهوم، مفهوم التمشيه ما عادش مفهوم او مستوعب عند ناس كتير جدا، اللي هو عشان لازم يكون في غرض او لازم يكون في سبب مادي واضح، فيه نوع من الفائدة المادية الواضحة للحاجة زي التمشية. والله في حين ان حاجة زي ديت العائد النفسي بتاعها والعائد الجسدي كمان، ان في الشوية دول يعني الواحد بيحرق له 300 كالوري ولا حاجة، ديستشارج بقى، بيفرغ شحنته، اللي هو كل الضغط والاسترس ده بتسربه الى هذه الارض. الواحد نفسه يمشي حافي بصراحة، بس يعني الارض ممكن يكون فيها شوك او مسامير او حاجه يعني، ولكن حتى المشي حافي من الحاجات برضو اللي بتساعد الواحد انه يديستشارج. واحد فايته كتير والله يا جدعان، حاجات فور فري اهيت، بس الواحد مهملها. رغيت كتير انا، بس ما طولش عليك، قول طول. في مغالطه اسمها مغالطه التقاعد، اللي هو حد حقق نجاح مادي بشكل ما، عايش في المدينه مطحون في ماكينه الرأسماليه اللي دايس على الناس كلها، فبتلاقي ان هو التقاعد بالنسبه له انه يروح في حته هاديه، يشوف له مزرعه او حته ارض ببيت كده يشتريهم، يزرع فيهم وياكل من اللي بيزرعه، يربي له كام فرخه وكام بطه وكام معزه وشويه حيوانات، ممكن يجيب له بقرتين وجاموستين مثلا، بحيث ان هو يكون يشرب منهم لبن ويعمل منهم جبنه وزبده والكلام ده كله. فسبحان الله على النقيض بقى المغالطه بقى، ان اللي عايش في المكان ده وواخد الحاجات ديت فور جرانتد او من المسلمات،
هو عايز بقى ينقل للمدينة علشان يحقق النجاح المادي بشكل ما، وبعدين يرجع تاني يعمل اللي هو بيعمله، او يرجع يشوف له حتة ارض او يشتري بيت في البلد اللي هي القرية يعني، ويرجع يعيش حياة هادية شوية. مش عارف، فكرني برواية الخيميائي باولو كويلو، اللي هو انت بتلف تلف وترجع تكتشف ان انت كان معاك الحاجة اللي انت عايزها من البداية، ولكن لن تقدر هذا الشيء إلا حينما تفقده وتجرب النقيض أو المقابل بتاعه يعني. أنا كنت محظوظ بصراحة إن أنا رحت جربت المدينة كام شهر، والحقيقة جربتها في مكان كويس يعني. جربتها في المعادي مكان حلو قوي يعني، في شجر وفي خضرة والناس لطيفة وكلام جميل يعني. بس يظل برضه عجلة الرأسمالية الساحقة بتدوس على كل الناس هناك يعني. والله المستعان يعني، ربنا يعين الكل. والحقيقة يعني يبقى السبب الوحيد العائق أمام فكرة بورت أبو زيد هي إن ممنوع البناء على الأراضي الزراعية يعني. يظل بس مش عارف بقى، ممكن نشوف لنا بقى إيه واسطة ولا حاجة تسهل لنا الموضوع ده ونعمل والله لو الفكرة دي اتعملت الواحد عنده يعني. شفتوا الفيديو بتاع شاهين اللي هو الفلوج اللي هو تتفرج عليه لما تحس إنك متضايق أو مكتئب هتنبسط؟ أنا بقى البروجرام ده عايز أعمله سيستمايزد لاي حد بقى يجي من المدينه كده. تعالى يا حبيبي ايه، تعالى تتعالج عندنا شويه، نطلعك بقى ايه بيكنيك على الحمير مثلا، تروح تقطف حاجه ولا تجمع حاجه تزرع حاجه. انت لا تتخيل يعني مدى الفرق اللي الواحد بيحسه، فرق لحظي وتأثير لحظي لما يعمل حاجة في الأرض أو حاجة زي كده. وكان احد الاشياء الطريفه يعني كان بعتها لي كريم اسماعيل لما كنت قلت له ان انا بعمل فيديو لماذا لا يكتئب الفلاح رغم ان هو عنده مليون سبب انه يكتئب. كان من الحاجات الطريفه قوي ان في بحث اتعمل لقوا ان في بكتيريا في الارض، يعني الترابه دي الارض اللي احنا بنزرع فيها دي فيها نوع من البكتيريا بتحفز حاجه في الدماغ كده، فلها تاثير مريح وتاثير بيحسسك بالانبساط والسعاده يعني، اللي هو ضد الاكتئاب. مش عارف يعني، ببحث عن الورقه العلميه دي بصراحه عشان الواحد لما يتكلم عن الموضوع ده يبقى كلامه مدعوم. بس يا لا، بروجرام بقى، ونحسن برضو الحميه الغذائيه بتاعتك، اللي هو ايه، ما تقعدش تاكل اكل فيه بلاستيك، لا انا اكلك اكل حقيقي، اكل حقيقي بقى ايه، ما تدخلش اي معالجه او اي تخزين او نضاف عليه اي حاجه ايه. هنقطف لك الحاجه من الارض تاكلها، لان الجبنه البط الفراخ كل حاجه يا باشا ايه طبيعيه من المصدر للسانك على طول. والله فكره حلوه. محدش عنده يساعدنا في الموضوع ده، يشوف لنا نقدم فين مشروع زي ده مثلا او حاجه زي كده، مع العلم ان احنا مش هنبور ارض يعني، احنا ايه هنندمج فيها يعني. لما نيجي نعمل الموضوع ده هنعمله بمواد أولية يعني زي الطوب اللبن مثلا، اللي هو حاجة ايه مش هتبور الأرض أو تبوظ حاجة. والله المستعان، كلنا محتاجين بصراحة الموضوع ده.